السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اماني من قناة اكلة هنية مع اماني. النهاردة باذن الله وصفتنا البطاية بقى البطل دي الجميلة اللي احنا طبعا ما نقدرش نستغنى عنها. بتكون الوصفة بتاعتنا في رمضان، في اول يوم من رمضان، في عزومات بتاع رمضان. يعني عايزة اقول لكم هتفتح نفسكم على الاكل، وكل سنة وانتم طيبين جميعا. طبعا هنعملها محشية بالفريك، او ممكن تحشيها طبعا بالرز بالخلطة زي ما انت محبة براحتك خالص. وطبعا متبلة بتتبيلة جميلة جدا، هتفتح نفسك على الاكل وبألف هنا امارات. يلا نشوف معايا الطريقة. اول حاجة هنا عندي الفريك بتاعي طبعا متنقي كويس. هبتدي اول حاجة هغسله الاول بالمية، وهصفي المية دي وهبتدي انقعه شوية في مية. تمام، هصفي المية دي وهنقعه شوية في مية. وبعدين عندي هنا بقى بصلاية، هضيف لها حتة زبدة، يعني قطعتها مكعبات، حتة زبدة وشوية زيت صغيرين. هبتدي بقى اقلي البصلة دي لحد بس ما لونها ياخد لون بسيط، لون اصفر كده. تمام، طبعا وهي بتتقلب كده انا كنت مخرطه القونصه بتاعت البطايه، مقطعاها شرايح كده طويله. وابتديت بقى طبعا عشان القوانص بتاخد وقت شويه في السوا، ضفتها اول حاجه رشه فلفل اسود صغيره. تمام، وهنا عندي الفريك بتاعي بعد ما نقعته شويه صغيرين مش كتير، يعني نص ساعه كده. تمام، ضفت بقى الفريك بتاعي عشان يبتدي ياخد سوا، مش هسيبه ياخد سوا كامل، ومش هكتر له الميه زي ما انتم شايفين. انا ما استخدمتش هنا كتير، استخدمت ربع كيلو. لو انتوا عايزين تزودوا زودوا، لو انتوا حابين تعملوا طبق كمان اضافي جنبي. وضفت هنا الكبده. تمام، وهقلب كل الكلام ده مع بعضيه زي ما انتوا شايفين كده. هسيبه يستوي شويه كمان. وهغطي عليه الطاسه بتاعتي او الوك بتاعي، وهسيبه شويه كمان يا دوبك يتشرب. ضفت هنا رشه ملح او رشتين كده على حسب بقى المذاق بتاعك. تمام، وبعدين هضيف بقى ايه التوابل اللي انت بتفضليها ممكن تحطيها. انا ضفت هنا قرفة، وضفت رشة كمون صغيرة. هضيف بقى حبهان بودر زي ما انتوا شايفين كده. زي ما قلت لكم التوابل اللي انت حابه تضيفيها ضيفيها، التوابل اللي موجوده عندك وبتحبي تحطيها ضيفيها. تمام، طبعا عايزه اقول لكم ان الوصفه دي جميله جدا. هي بصوا يا دوبك هنغطي عليها ومش هسيبها تستوي للاخر، لان هي برضو لسه هتكمل سواها. احنا الحشوه دي هنحشيها في قلب البطايه نفسها. تمام، يعني انا هغطي عليها واسيبها بقى لما تتشرب خالص. تمام، انا هنا عندي البطايه بتاعتي اهم حاجه تكون مغسوله كويس جدا، ونشفيها كمان بمناديل المطبخ وخليها زي الفل كده. تمام، ما تخليهاش ناقصه اي حاجه. تكوني عصر عليها ليمون وغسلها كويس ومنشفاها. انا هنا في الطبق ده بضيف معلقتين من الملح. تمام، للتتبيله بقى اللي انا هتبل بيها البطايه بتاعتي. تمام، ملح. وهضيف بقى التوابل، هقول لكم ايه هي التوابل. فلفل اسود طبعا انا مثلا هضيف ايه معلقتين، او يعني معلقتين كبار كده، او معلقه. تمام، زي ما انت حابه. وقرفه وتوم بودر وبصل بودر. ده توم بودر، وده الابيض ده بصل بودر. تمام، تتبيله بسيطه جدا جدا جدا، بس والله هتخلي. ودوت كركم، وده برضو حبهان بودر. تمام، وهضيف بقى شوية سائل كده من الزيت عشان يعمل معجون معايا، وهتبل بيها كل الكلام ده. طبعا ايه الزيت كان قليل، ضفت شوية كمان. تمام، قلبت كل الكلام ده مع بعضيه لحد ما طبعا يعمل كده ايه معجون كده. هو ده اللي هنتبل بيه البطايه من جوه ومن بره، وهنعمل لها كده مساج وهنخليها زي الفل. شايفين البطايه جميله ازاي ونظيفه وزي الفل وما فيهاش اي حاجه. تمام، يلا بقى بايدينا، هنستخدم ايدينا ولا جوانتي ولا اي حاجه. طبعا كلنا بنعمل بايدينا في البيت طالما ايدينا نظيفه ما فيهاش اي مشكله. تمام، امسكي كده من المعجون التوابل اللي احنا عملناه، وضيفي بقى من جوه ومن بره، وزي ما اكنك بتعملي الحاجه كده مساج، ومن جوه ومن بره، ودعكي فيها ومن يعني من كل حته، بحيث ان هي تتبل وتتشرب من كل جميع الاتجاهات. وكمان عايزه اقول لكم على حاجه. انا
البطايه دي ان شاء الله باذن الله هندخلها في كيس حراري في الفرن. طيب انت لو مش عندك كيس حراري ممكن تضيفيها في صينيه، بس طبعا عايزه اقول لكم يعني تضيفي بقى شويه ميه كده صغيرين عشان برضو ما تلزقش في الصينيه وتكون مثلا معاكي لزقت كده وبقت مش احسن حاجه، وتغطيها بورق سلوفان. تمام، يعني ده لو مش عندك اكياس حراري. الاكياس الحراري بقى بتسهل علينا ومش بتوسخ بقى كمان معانا الصواني ولا اي حاجه، بتطلعي البطايه زي الفل. وكمان ممكن تضيفي كمان معاها من تحت جزر وبطاطس، بصل، اي بقى خضار. تمام، استخدمي بقى كل التوابل اللي موجودة دي وما تخليش اي حاجة فيها، ودعاكي كده في البطاية زي ما انت شايفين كده هتبقى زي الفل معاكي، وطعمها والله العظيم كان تحفة جدا. ما شاء الله، الله اكبر، اللهم بارك. حبايبي معلش وانا كده معاكم في الفيديو، يا رب اسألكم الدعاء لأبي لان هو متوفي. الفيديو ده اصلا كان متصور من زمان، ادعوا له بالرحمة بالله عليكم. اي حد يتفرج عليا في الفيديو ده بالله عليكم ادعوا له بالرحمة، ربنا يرحمه يا رب ويغفر اليه يا رب، اللهم امين، ويجعل مثواه الجنة، اللهم امين يا رب، ولكم كل الخير وكل الجزاء يا رب، اللهم امين، وكل اموات المسلمين اجمعين. طبعا مش هقول لكم اعملوا اشتراك ولا اعملوا لايك ولا اي حاجه، ده كله يرجع ليكم، انا مش طالبه حاجه غير انكم تدعوا لابويا الله يرحمه يا رب ويحسن اليه، اللهم امين يا رب العالمين. تمام، ضفت كل الحشوه يا جماعه بتاع الفريك اللي احنا عملناها اول حاجه، وهبتدي بقى اقفل معايا البطايه بتاعتي دي. عايزه اقول لكم ان احنا هنعمل لها كده ايه، غرز كده. جبت فتله قويه جدا، وهبتدي بقى بابره كده ايه تخينه كده. بصوا انا بصوا الفتله هي هتبقى ايه فتلاية واحدة، لان انا بعد السوا هشد الفتلة دي. عايزة اقول لكم ان كمان بعد ما بعمل البطاية دي وبعد ما بتستوي الجلد بيستوي اصلا، وبيبقى البطاية كلها بتستوي وهي بتتفتح اساسا، بس احنا في الاخر عشان نقفل عليها ونسويها من جوه ونخليها كده ايه تتشرب من الفريك وتاخد نكهة كده حلوة زي ما انتوا شايفين بقى ايه. يعني قفلت عليها كده بالضبة والمفتاح زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله، الله اكبر، اللهم بارك، كانت حلوة قوي. وكمان هي بتاخد وقت في الفرن شوية، يعني كمان ضيفي في الفرن في الصاجة في الوسط، وسط الفرن. تمام، وكمان ولعي درجة حرارة بقى ايه يعني 180 200 زي ما انت محبة، طالما متغطي عليها في ورق حراري في صينية وفيها مية برضو في ورق حراري او في كيس حراري. تمام، زي ما انتوا شايفين كده قفلتها، عملت لها غرز بقى خلاص، واخلص بقى الفتله بتاعتي وكل الحته اللي معايا دي عشان تظبط معايا. وفي الاخر هشيل بقى ايه الابره كده، وبعد ما تخلص انا هشد الفتله دي، يعني بعد ما تستوي هشد الفتله دي خالص ومش هخليها اصلا موجوده، يعني عند التقديم مش هخليها موجوده. تمام، وما تقلقوش من حاجة، هي اصلا هي الفتلة قوية جدا وهي نظيفة، يعني في فتل كمان ايه يعني بتبقى معقمة كده تقدري تستخدميها عادي، وممكن تستخدمي خلة كمان اللي هي الخلات الصغيرة. تمام، كده قفلت البطاية معايا زي ما انتوا شايفين. هشيل بقى الابرة خلاص كده كده، كل ده فتلة واحدة. تمام، عشان نقدر نسحبها بعد السوا زي ما قلت لكم. قفلتها عشان الفريك من جوه يكمل سواه، وعشان كمان هي تاخد نكهات من بعضيها بقى وتستوي وتنز بقى من جوه كده، والطعم وكمان طعم الفريك كمان بيبقى طعمه حلو قوي مع البط. تمام، هدخلها في الكيس الحراري زي ما انتوا شايفين. الكيس الحراري ده اسمه حلواني لو انتوا حابين تسألوا. طبعا بيبقى فيه مقاسات كبيرة ومقاسات صغيرة اللي انتوا عايزينه طبعا على حسب الحاجة وحجمها. تمام، كده بقى ايه هنقفل بقى ايه، خلاص قفلنا كده الكيس بتاعنا. اقفليه عادي ربطة عادية خالص زي ما انتوا شايفين كده،
وبعد ما هنقفله هنخرمه زي ما انتوا هتشوفوا بعد شوية بالإبرة عادي. ليه؟ لأن ما ينفعش ان احنا ما نخرمهوش، لأن الكيس لو ما تخرمش وما لقيش أي سنة دخانة كده أو بخارة تطلع منه الكيس هيطق. فاحنا عشان ما نسمحش للكيس انه يطق بنخرم تخريمات بسيطه كده منه. الكيس الحراري هيعمل ايه؟ بصوا زي ما يكون بيجمع برضو الدخان، والدخان بيطلع ايه بالتدريج كده وبيسوي الحاجه بسرعه وبتطلع معاكي زي الزبده. اقسم بالله تحفه تحفه تحفه. وكده خلاص بعد ما هي كانت استوى ونزلت يا جماعه، وزي ما شايفين كده ما شاء الله هو الشكل كده يعني من الاول كده شكله كده مش حلو، بس لما هنيجي بقى نطلعه هنقدمه عايزه اقول لكم انه جميل جدا ما شاء الله. تمام. وحطيت بقى الكلام ده. الفريك طبعا زي ما قلت لكم الجلد بقى خلاص فتح والفريك كان مستوي زي الفل. وكمان بقى غطيت بقى المنطقه اللي هي طلعت ايه منها الفريك كده شويه خس شويه خضره اي حاجه. وانا كنت عامله رز بسمتي جنبيه كنت مقدماه من تحت. تمام. من تحت البطايه. تمام. وبقى كده زي الفل ما شاء الله. الله اكبر اللهم بارك. كنت كمان جنبيه كاتشب ومايونيز، بس انا كده ما كنتش مصوره معايا الكاتشب والمايونيز. كلنا جنبيه كاتشب ومايونيز ورز بسمتي. الله اكبر اللهم بارك. فعلا تحفه. يا رب الفيديو يكون عجبكم. مع السلامه يا حبايبي.